على شاب من البلد بكون أخو صاحبتي. الحقيقة كان في عنا مسيرة للمدارس الدرزية، وإحنا كصف 12 كنا لازم نكون مدرخين للولاد. الحادث صار بأول المسيرة، ما تمتش المسيرة هواي قوية. اللي بعدت عن محل الحادث شوي شافوني شوي متأخر، طريقة الرفع كانت غلط، رفعوني بالغلط، نقلوني على الشارع يعني، وأعطوني إسعافات أولية. اللي أعطاني الإسعاف شاب من المغرب، هو اللي عن جد يعني إسعفني كيف لازم بأمر الله تعالى وأمره. أنا اليوم موجود بالحياة. جا سلفي ناديلي من النفال عبينا إنه بدنا نسافر، وأنا طالعة كان في ناس برا ووقفوا وسألوني كيف أختك شو صار معها. ما عرفتش يعني شو أجاوب، عم بقول لهم مين أختي ومالها أختي يعني شو في. سلفي قال لها خلص يعني وهيك، عم بقول له شو في، قال لي ولا إشي رح وقعت. وأخذوه على المستشفى، خبرها فادي وهي بالمستشفى. بعد ما حكى مع الدكتور حكى مع كل العائلة. توجه الدكتور لأخوي فادي، قال يعني لازم تخبروها وتعرف شو مالها. أخوي خبرني، قال لي شو صار معك، وقال لي انتي ستغش تمشي وتغش تتحركي، يمكن هذا الاشي يستمر معك، ويمكن من بكرة الصبح تقومي وتمشي، ما بنعرف شو بصير معك. طبعا تأثرت كثير وزعلت وبكيت، ولما اجوا اهلي لعندي وشفتهم كل اللي حوالي وبيدعموني وبيساعدوني، كنت مجبورة يعني أقوي حالي وأقويهم. وهذا الموجود يعني ما عادش فينا، ما عادش نقدر نعمل إشي. في المستشفى في نهارين نقلوني على رمبم. برمبم أخذت العلاج، قعدت 10 أيام. قبل 10 أيام طلعت 3 شمال، عملت عملية الرقبة، كان عندي مكسورة الفقرة، ورجعت على رمبم. قعدت 1.5 شهر في طب الأمراض. بالأول ما عرفتش إنه صار معي حادث. أوقف فترة قالوا لي أهلي إنه هذا حادث وانهكت السيارة. ما كنتش عارفة شو مالي، ما كنتش قادرة أتحرك، ما عرفتش ليه. الدكتور طلب من أهلي إنه يخبروني شو صار معي. أهلي رفضوا عشان خافوا على وضعي يعني يسوء أكثر. הכאב שבליבי זה כאב שאיש אינו שומע. די, עד מתי אלוקיי יגור העצב בתוכי. הכאב שבליבי. برمضان قعدنا حوالي شهرين فاقدين الأمر. كثير صعب كان علي، أما شوي تعودت والحمد لله. يعني بدي مساعدة شوي، أما فيش إشي بيمنعني إني أستمر بالحياة. أعمل علاج طبيعي، فيزيوترابيا وسباحة. كمان كنت بعد ما أقدرش أمشي، كنت أتحرك إشي بسيط مع التمرين ومع الإرادة، مع الإيمان بالله تعالى، مع قوة أهلي ودعمهم إلي. الحمد لله يعني التقدم صار فيه تقدم بطيء، بس فيه تقدم. ولا مرة فقدنا الأمل، ولا مرة يئسنا، لا أنا ولا أهلي. وبعدنا مستمرين في المرحلة العلاج، وإمتى بتكمل بعرفش يعني، أما الحمد لله على كل إشي يعني. ما فيش أغلى منها 200، ما بقدرش أقيمها يعني.
صفاتها كثير متفائلة، شخصيتها قوية كثير، كريمة، بتحب الحياة، بتحب الأهل، بتحب الجيران، بتحب الدنيا كلها. لو قلنا ما كانتش هيك ما وصلتش للوضع اللي فيه. ما كنتش أقدر أعمل أي إشي لحالي، صار بدي مساعدة بكل إشي. حياة العيلة كلها تغيرت، لأن الوضع اللي صار ما كناش متهيئين له، يعني ما حدا كان مفكر إنه يصير معنا هيك. رحاب كانت بأول عمرها نسويه بصف ال 12 وطلعت من البيت صبح، رجعت بعد 4 أشهر ورجعت بتتنفسش لحالها، بتتحركش، بتمشيش. الوضع يعني اختلف معنا، الوضع ما قدرناش نعرف شو بدنا نسوي في الفترة الأولى، يعني مش متهيئين للوضع، ما حدا نعرف شو بدنا نسوي. فأخذ شوية وقت إنه تعودنا على الوضع وصرنا نشوف شو بدنا نسوي معه. بتعرفي كل الوقت في المستشفيات نتعلم معه بالمستشفى من الدكاترة شو بدنا نسوي لها، كيف بدنا نعالجها، كيف نقيمها، كيف نقايدها. بتعرفي الأهل الأغلب كانوا متجوزين وعندهم أولاد، فصار الإشي يعني حساب وقت، وكل واحد حساب بيته، حساب مرته وأولاده. يعني حتى أولادنا صاروا يضحوا في الإشي وهم مش عارفين بشو عم يضحوا. يعني الأم مش عم تفضل لأولادها، الأب مش عم يفضل لبيته ولمرته. أنا وقتي كله بعطيه على رحاب، بساعدها بكل إشي تقريبا، بالوسط، بجيب لها أكل، باللبس، بروح معها على العلاج، تقريبا بكل إشي بساعدها، لأنها هي بحاجة لمساعدة بكل إشي. قديش بقدر إني أكون معاها، مش رح أقصر أبدا. واجب علي أنا قد ما بقدر أعطي رحاب من وقتي ومن حياتي ومن عاطفتي ومن قلبي، ما بأخرش. في البيت أقبل التلفزيون، أقبل المحشي، بقرأ، بزور صاحباتي. علاقتي الاجتماعية بالحدث خفت شوي، أما لسه أنا وضعي اجتماعي كثير منيح. بطلع بروح كل المناسبات بشارك الناس بكل إشي، بستعيش بوضعي، ولسه يعني وضعي الاجتماعي كثير منيح يعني. فبطلب مشايخنا الكرام إنه يطلعوا هذا الموضوع ويبحثوا بهذا الموضوع، إنه ما يحق للشاب الدرزي اللي عنده إعاقة، يحق للفتاة. وفي أنا معي كلمة، أنا كنشيطة في مجموعة نساء عربيات عندهم إعاقة، ونشيطة في جمعية عناد. بدي أقدم كلمتي وبتمنى أن الكل يسمعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أقف أمامكم كممثلة ونشيطة في جمعية عناد، والتي تجمع في أحضانها المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار وأعطى نصف عمري لمن يجعل طفلا باكيا يضحك. وهذه فرصة لأشكر السيد بسام لالع مؤسس الجمعية ومركزي الجمعية في أنحاء البلاد. מה שהיה לא יחזור עוד לעולם, זה כואב לי בלב כל יום. מחשבות שעולות לא נותנות לי בשקט לחיות. זה אולי יותר מסתם משבר, זה גורל שנפל עליי. החיים היפים פשוט התנפצו לאלפי רסיסים. أنا اليوم وضعي بقدر أقوم وأمشي، طبعا مش لحالي بس الحمد لله، يعني إذا حدا بيمسكني بمشي والحمد لله على كل شيء. والصعوبات الأكثر صعبة إنه بس تمشي بالبلد بالشارع الناس بتطلع عليك نظرة شفقة. أنا بحب أقول للناس إنه اللي صار معي ممكن يصير مع أي إنسان، وهذا الإشي مكتوب علينا، وأنا مش حرام، أنا إنسان مثلكم. لحظة سرعة ضيعت حياة
إنسان ودمرت حياته. السرعة بتوديش ولا أي محل غير على الدمار، وأي واحد بيقدر يوصل لوين مشواره، بس فيش حاجة للسرعة. الحال احنا راضين ومسلمين الأمور لله تعالى، هذا شيء مكتوب علينا هيك، والرضا والتسليم هو واجب علينا، احنا راضين ومسلمين الأمور لله تعالى والحمد لله. شعاري إنه لا تسرع